الراجل رمى دولار واحد بس في طبق الفقير، بس الفقير اتصدم تماما لأن الدولار ده كان كفاية يخليه أغنى واحد في المدينة. الراجل لما شاف رد فعله افتكر إن الفقير اتجنن وما كانش عنده أي فكرة إن الاقتصاد العالمي انهار واتخفضت قيمة الفلوس لمليون مرة. دلوقتي الدولار الواحد يقدر يشتري فيلا في نص المدينة، والعربية الفخمة النسخة المحدودة تمنها $5 بس. لكن رغم كده $100,000 اللي كان الراجل حوشهم ما تأثروش خالص، وبالمبلغ ده بقى أغنى راجل في العالم في يوم وليلة. بس الراجل ما كانش فاهم إيه اللي بيحصل. في نفس اليوم وهو بيوصل أكل شاف واحدة واقعة على الأرض، الناس كلها كانت واقفة ومفيش حد جه يساعدها، فراح هو جري وساعدها وعملها إنعاش قلبي. لما الست فاقت اديت له دولار واحد علشان تشكره، بس هو افتكر إنها بتسخر منه فابتسم وقالها تستخدم الفلوس دي وتشتري بيها مصاصة. الست اتلخبطت جدا لأن الدولار ده يقدر يجيب لها بيت كامل. وفي اللحظة دي الراجل كان هيطلع الأتوبيس علشان يروح بيته، وقبل ما يحط العملة في الماكينة السواق وقفه وقال له انت راكب الأتوبيس ولا ناوي تشتريه؟ الركاب كلهم افتكروا انه بيتمنظر. الراجل ما كانش فاهم ايه المميز في الدولار الواحد، بس الركاب ما قدروش يستحملوا طريقته، وحتى السواق طرده بره الأتوبيس وقال له انا بكره الناس اللي بتتمنظر بفلوسها. الراجل كان تايه ومش فاهم حاجة، فقرر يروح البنك يسحب شوية فلوس. ولما حاول يسحب من ATM اكتشف ان اي عملية اكتر من دولار لازم تتعمل من جوه على الكاونتر. الراجل افتكر الماكينة بايظة فدخل جوه البنك ووقعت منه ورقة فئة $100 على الأرض. في اللحظة دي مديرة البنك اتصدمت وقالت إنها أول مرة تشوف ورقة بالقيمة دي في حياتها، ولما عرفت إنه عايز يسحب $300 أمرت الحراس يقفلوا المكان فوراً، ورئيس البنك بنفسه نزل يساعده. الراجل كان مذهول ومش فاهم إيه اللي بيحصل. بعدها راح الفندق علشان يقابل صحابه، ولما شاف الأسعار في المنيو اتصدم. الكابوريا الملكية ب2 بس، واللوبستر الكامل ب1 واحد. الراجل افتكر إن في غلطة في المنيو، بس صاحبه افتكره بيشتكي من الأسعار الغالية، فطلع دولار وقال له سيب العزومة عليا. بس فجأة دخلت مجموعة رجالة على المكان كانوا جايين ياخدوا ديون من صاحبه، وصاحبه على طول تظاهر إنه ميت وهو قاعد على الكرسي. بس الرجالة ما اتخدعوش، واحد منهم مسك إيده وعايز يقطعها، فالراجل بسرعة وقفهم وقال لهم إنه هيدفع الدين مكان صاحبه. الراجل الكبير فيهم قال له 40، فالراجل افتكر قصده $40,000 وقفل المحفظة بسرعة وحاول يهرب. بس الراجل شد ورقة فئة $50 من المحفظة وقال له صاحبك مديون $40 بس. الراجل اتصدم وقال له خد ال50 وسيبنا بقى. الراجل اتجمد في مكانه من الصدمة، وبعدها فرح جدا ومزق ورقة الدين وقال إنه من النهاردة هيبقى تابع الراجل ده في كل مكان يروحه.